السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إنسان ما بيآمن لا بقصص العفاريت ولا قصص الجن ولا هدول الحكاية اللي بتحكيهم ستي وستكم. بس في قصة صارت معي خلتني أشك بكل شي حوالي. أنا اسمي سامر وجيت اليوم لخبركن قصتي. هي القصة صارت معي من سنتين. كنا مجموعة شباب وبنات طالعين رحلة تخييم بمنطقة بعيدة شوي عن المدينة، وكان اسمها وادي الكهوف. هي غابة يعني كانت كتير حلوة، وبيقولوا إن التخييم فيها كتير حلو. فهون وصلنا للمكان يلي رح نقعد فيه نخيم، بلشنا نظبط أغراضنا وبلشوا الصبايا يعني يثبتوا وجودهم. وكان من بين هدول الصبايا بنت اسمها لينا. كانت من هذا نوع البنات يلي إذا بتفوت على مكان الكل بيسكت، مو لأنه كتير حلوة، بس لأنه كان عندها حضور كتير قوي، وكانت بتخلي الناس هيك كلها تطلع عليها. أكيد شفتوا هذا النوع من البنات. وبلشت تساعدنا، بس كانت هادية بشكل كتير بخوف يعني. وكانت دائما بس تطلع على البنات، تطلع على الناس يعني بطريقة هيك مريبة شوي، بس يعني عادي، بجوز البنوتة هيك كان طبعها. وهون بعد ما جهزنا كل شي اجا الليل وشغلنا النار وقعدنا قدامها وبلشنا نحكي قصص. وبتعرفوا انتو قصص الرحلات وكذا وهدول الشغلات، انه انا والله بعمل هيك وانا هيك بساوي. ومرقت الليلة، وطبعا أصدقائي بعد ما بلشت العالم تقوم تنام، كان مدير الرحلة معين أشخاص لحتى يقعد كل واحد منهم فترة معينة مشان يراقب الأغراض، بحيث إنه لا سمح الله ما ينفقد شي من الأغراض. وكان معين كذا طالبة، ومن بيناتهم كانت لينا. وهون بلش بقى كل واحد يحرس ساعتين ويروح ويبدلوا بين بعضهم لحد ما اجا دور لينا. ولينا قبل ما تروح قالت كلمة كتير غريبة، والكل استغرب منها. انه في ناس بتضيع مو لانه ضاعوا، في شي اختارن. طبعا الكل استغرب من لينا، بس اخدناها بضحكة، فكرناها عم تمزح او شي، بس هي ما ضحكت وكانت عم بتطلع بطريقة كتير مريبة وتركتنا وراحت. وفقنا تاني يوم الساعة 7 الصبح لحتى نبلش يوم جديد. وبلشت الناس تفيق وكل واحد بقى يعمل شغلة هو بحبها. وبلش الوقت يمرق لحد ما اكتشفنا انه لينا مختفية. لا طلعت مع البنات، حسينا في شي غريب ولينا اختفت. حاولنا ندور عليها حوالين الخيمة محل ما كانت موجودة هون، بس لينا ما لا أثر. رحنا على خيمتها ودورنا هنيك، لقينا جهازها وغراضها وكل شي بتستعمله موجود، بس لينا مختفية. دورنا بالغابة، دورنا يعني مشينا أكتر شوي، مسافة منيحة بين الخيم ونحن رايحين صوب الغابة، ولكن ما لقينا حدا. فاضطرينا نخبر الشرطة، واجت صارت تبحث هي. طبعا نحن قد ما بحثنا ما رح منكون مثل الشرطة، وكان في حتى كلاب بلشت تدور عليها، ولكن دون أي جدوى. لينا مختفية. آخر حدا شافها لينا كان هو عماد، وقال إنه كانت لحالها قريبة من مدخل الكهف الصغير. طبعا أصدقائي أنا نسيت أخبركن إنه هي المحل ما خيمنا نحن هو اسم المكان وادي الكهوف، ومن اسمه معروف إنه في كهف موجود هنيك. كان في قريب من التخييم اللي نحن عملناه كهف صغير، فعماد شاف فيه لينا آخر مرة واقفة وعم بتطلع عليه من برا وبتحكي مع حالة. بس لما رجع يعني هو راح، وهو برجعته ما شاف لينا وفكر رجعت لمكان التخييم. والغريب انه الشرطة لما دخلت الكهف ما شافت ولا شي غريب. يعني كهف ايش رح بيكون فيه غير الحجارة، ما شافت فيه شي
انه يخليهم يتأكدوا انه لينا دخلت على الكهف. وبعد التدوير الطويل بقلب الكهف التفت احد الضباط اللي كانوا موجودين وشاف على حيط الكهف في اسماء منقوشة من زمان كتير، يعني مبين عليهم هن قديمين، بس يلي شافوه انه كان في اسم نقش حديثا، ويلي كان هو اسم لينا. ايه اصدقائي، مثل ما لكم سمعانين كان موجود من بين هدول الاسماء السبعة اسم نقش حديثا، وكان اسم لينا، وكان مكتوب تحته عبارة هي اختارت. كل واحد رجع لحياته وبلش حياته من أول وجديد، كل واحد رجع لبيته ولحياته، بس أهل لينا ما عم يقدروا يتخطوا الشي اللي صار. وهذا الشي كتير كتير صعب، يعني تخيلوا يكونوا الأهل قاعدين في البيت ومفكرين بنتهم عم تقضي أحلى أيام عمرها، ولكن هي بالحقيقة مختفية واختفت بطريقة كتير صعبة. وحتى نحن لحد الآن ما لنا مصدقين الشي اللي صار، بس ما بيطلع بالإيد شي. الشي الغريب يلي صار معنا من بعد هديك الحادثة انه وصلني ظرف على بيتي، لقيته وانا طلعانة على الجامعة، كان ظرف اسود بدون اسم مرسل، بدون طوابع، بدون اي شي يدل على هوية المرسل. وبعدين اتأكدت انه مو كان بس الي وصلان الظرف، وصلان لكل شخص كان موجود معنا بهي الرحلة. وكانت محتويات الظرف كالتالي: صورة الي وللبنات والشباب وقت اللي كنا وصلانين على المخيم أول يوم وقاعدين حوالين النار وعم نحكي قصص، وكانت لينا عم بتطلع على الكاميرا وبتبتسم بطريقة كتير غريبة ومريبة. والغريب إنه ما كان حدا حامل معه كاميرا، يعني مين التقط الصورة ومين يلي أرسله ما في أي خبر. والأسوأ شي بالصورة يلي كان غير إنه كانت لينا عم تبتسم للكاميرا، كان في ظل أسود طالع من الكهف يلي كان ورانا، ظل أسود طويل واقف ورا لينا بالضبط. ومن يومها في سؤال دائما بيراودني: لينا راحت لحالها ولا في شي أخدها؟ هي اختارت ولا الشي هو يلي اختارها؟ وإذا هي اختارت ليش نحن وليش كلياتنا استلمنا نفس الصورة بنفس الترتيب؟ يمكن لسه هي عايشة